عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. طيب خلينا نتكلم على موضوع على فكرة ناس كتير قوي بتتعرض له. احنا شعب عامة الدليفري في مصر، لا اي حد بيفتح مطعم لو ما عندوش خدمة الدليفري عامة هيخسر كتير قوي. ليه؟ لان احنا شعب برضو عنده الحته بتاعه الانتخه والقعده الحلوه، وان الاكل يجي لي في مكاني. طبعا في مدارس كتير انت في وقت تقول لا انا عايز انزل اكل جوه المطعم عشان اعيش التجربه كامله، ويبقى الموضوع فيه سرفسه وفيه مش عارف ايه ودلع ومش عارف ايه. في اوقات تانية بتبقى قاعد في البيت جعان عايز حاجه بسرعه، الكلام ده كله. فموضوع الدليفري ده بيبقى مهم جدا 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 للمطاعم. وما اعتقدش ان في حد بيفتح اي مطعم في مصر ما بيفكرش في موضوع الدليفري ده من البدايه. يعني حتى لو احيانا الخدمه ممكن تكون بتتاخر شويه في الانطلاق يعني مع المطعم ده، بس في نفس الوقت هو لازم يكون عامل حسابها. تمام. يعني في دول تانية الدليفري مش شغال فيها زي هنا مثلا، لان الدول التانية بيبقوا عندهم ثقافة ان انا اطلب من العربية. طبعا دي موجودة عندنا هنا في مصر، والدليفري موجود عندنا في مصر. لكن في دول تانية تقول لك لا انا الدليفري بعد الساعة كذا مثلا مش هتلاقي حاجة تاكلها. لكن احنا عندنا هنا في ال 24 ساعة محتاج اي حاجة. موضوع الدليفري ده مهم جدا. فقبل ما نبتدي نفش غلنا في الموضوع ده، حابين طبعا نبعت تحية كبيرة جدا 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 لقطاع الطيارين اللي شغالين في مجال توصيل الطلبات عامة، سواء اوردرز عادية اللي بنطلبها اونلاين دي وبتخلص على الكريدت كارد، او دليفري مطاعم. طيارين المطاعم تحية كبيرة جدا ليهم، لان هم شغلتهم كلها ان هم يوصلوا الحاجة في اسرع وقت ممكن عشان يرجعوا تاني ويعملوا اوردرات تانية. وفي نفس الوقت العميل ده بيبقى طالب اكل، فالاكل ده لو ما توصلش في وقت معين بيبقى في يعني لوم بقى على اداره المطعم، ان يعني ايه ان الاكل يجي لي متاخر وانا مستني، وانا المفروض استنى قد ايه، وان المده الطبيعيه للاوردر تيجي كذا، ده المحل في اخر الشارع، ده انا كنت نزلت جبته. وبنخش في حدوته كبيره جدا. في مدارس كتير قوي تقول لك ايه، انا لو اكل اتاخر عليا، اتاخر حته معينه، يعني انا ممكن اخد الاوردر وما حاسبش لحد ما اداره المطعم تكلمني. تمام. بغض النظر ان الراجل بتاع او الطيار ده بيبقاش ليه ذنب قوي، احيانا بيبقى التاخير من المطعم، بس هو يعني احيانا الطيار بيبقى هو اللي في وش المدفع، فبيبقى دايما هو انت مش عارف تعمل ايه، وبتبقى انت متضايق جدا وممتعض قوي او زعلان قوي ان الاكل جالك متاخر. فيعني بتصب غضبك ده كله في اتجاه ما اعتقدش ان ده الاتجاه الصحيح. حتى لو هو الطيار احيانا ممكن يكون اتاخر او تعرض لحاجه وكده، بس هو فعلا تاكد ان هو بيبقى بيعمل المستحيل عشان يوصل لك في الميعاد اللي انت نفسك الاكل بتاعك يوصل لك فيه. تمام. فخلونا نتكلم على المشاكل اللي بتواجهكم مع الدليفري بشكل عام، ومناديب الدليفري اللي احنا بنبعت لهم تحية كبيرة جدا جدا جدا. واتمنى ان يكون في حد فيهم يكون بيسمعنا ويقول لنا برضو على الحاجات اللي بتبقى فيها سوء تفاهم بينه وبين العميل، لان احيانا فعلا والله الغلطة ما بتبقاش من عنده هو، ولكن العميل من كتر ما هو بيبقى متضايق من حاجة معينة. فانت لابس اللوجو بتاع المطعم اللي انا عامل منه اوردر، طب تعالى بقى عشان انا ايه هصب غضبي ناحيتك. فعشان كده بس ايه نبعت لهم تحية كبيرة جدا، واحنا عارفين والله انكم بتعملوا مستحيل عشان توصلوا الحاجة في ميعادها، بس اكيد التأخير ده كلنا معرضين له. اهو ده مثلا حاجة ممكن تحسن علاقتنا او تحسن حياتهم بشكل افضل. ازاي بقى؟ ان احنا دلوقتي احنا عملنا الاوردر، ولو احنا قاعدين مجموعة مثلا الاوردر الرقم بتاعه كبير، نبقى محضرين المبلغ بحيث ان احنا اول ما نستلم الاوردر نسلمه الفلوس. بس طبعا قبل ما تسلمه الفلوس من حقك جدا ان انت تراجع الاوردر عشان لو في حاجة غلط. ده مفيش في اي مشكلة، وده حقك عميل يعني. ماشي، انت كده كده بتدفع فلوس الاكل ده فبص عليه بس. لكن احيانا بيبقى فعلا اللي هو خلاص الناس ابتدت تستلم الاوردر، واللي دفع فلوسه خلاص ابتدى يفتح وياكل، فالدنيا اتسحلت كلها، فالراجل قاعد بره يا عيني مستني الحساب. فبيقولك يعني نحاول على قد ما نقدر نجهز الفلوس قبل ما نوصل. موضوع ان الاوردر يتاخر وان انت تقرر ان انت ما تدفعوش وكده، ده طبعا بيعمل هلع في قلب اداره المطعم. احيانا في بعض التاخيرات ما بتبقاش معمول حساب، يعني
في تاخيرات يعني اتاخرت عليا 5 دقايق 10 دقايق حتى لو حاجه تضايق جدا جدا، دقيقه اكيد بتفرق. يعني كل واحد فينا بيبقى بالنسبه له، انا نفسي اول ما اعمل الاوردر، اول ما ارفع عيني من على شاشه التليفون اللي انا عامل منها الاوردر، او لو حتى بكلم خدمه التوصيل يعني بكلمهم على التليفون، نفسي اول ما اقفل التليفون الاقي الشخص بتاع الدليفري قاعد جنبي. تمام. اتاخر اكيد حاجه تضايق، اكيد حاجه تزعل. خلينا فاكرين ان مش شرط ان يكون الغلط جاي من عنده هو، ممكن تبقى من المطعم ذات نفسه. لو انت خلاص جايب اخرك، الراجل بتاع التوصيل ده المشكله مش عنده هو، فما تصبش غضبك كله عليه. ده رقم 1. رقم 2 بقى، وده المهم، رد فعلك هيبقى عامل ازاي. في ناس كتير تقولك انا مش عارف اتواصل مع اداره المطعم. ايه اللي يوجعهم بقى عشان كده؟ ان انا هاخد الاوردر ده برقم بالشيء الفلاني، هاخد الاوردر وما حاسبش عليه، فبالتالي هم يضطروا ان هم يرجعوا لي، وبالتالي نبتدي نحل المشكله من هنا. وعلى اداره المطعم هنا عدم المكابره من الذكاء. بصوا، مفيش حد فينا في شغله مش معرض ان هو يغلط، واي غلط ده وارد، احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط، فيعني برضو مش لازم نسن السكاكين دايما لبعض، بس في غلط عن غلط يفرق. الاهم من الغلط رد فعلك على التقصير اللي حصل ده. هل انت كإدارة مطعم هتكابر، او هل ان انت هتحاول تحل بشكل ودي وتاخد برضو فلوس الاوردر، او هل انت تقول يا فندم احنا مش مهتمين تماما بفلوس الاوردر، هنبعت لك اوردر تاني خالص، لان الجودة بالنسبة لنا اهم حاجة. لان انت بتقول تأخير 2 ساعة ده رقم كبير جدا ومبالغ فيه لو هو اكل يعني، فبالتالي لا طبعا. فهل هنا هتعرف تحلها ازاي؟ بس اهم حاجة في الموضوع ده، وده اللي بيفرق المحلات الكبيرة عن محلات النص كم، فكرة الحل بتاع المشاكل دايما، ان انت توجد حلول كلها ترضي العميل وتخليه او تشجعه ان هو يطلب من عندك تاني. انا ايه اللي يخليني اطلب تاني من مطعم اخر عليا اوردر قبل كده 2 3 ساعات؟ ان هو يكون عارف يحل المشكله نفسها، ما يكونش بالنسبه له اهم حاجه ان يخش لي في حته الصعبانيات بتاعت فندم هو الاوردر اتاخر 3 ساعات بس يرضيك مرزوق جوه هو اللي هيشيل ما تسخنيش على مرزوق يعني ما تخليش المشكله تبقى بيني وبين مرزوق، المشكله بيني وبين مطعم، انتوا حلوها مع بعض. انا مش فارق معايا ايه اللي حصل، انا مهم عندي ان انا اتاخر الاوردر عليا لوقت كبير جدا جدا، وانا مش مطالب ان انا عشان اكون واثق في مطعمكم ان انا استحملكم الكلام ده كله. فانت عشان تعرف تخليني اطلب منك تاني محتاج ان انت ايه، تلم الموضوع بحنكة وذكاء. موضوع الباقي ده قلت عنه نبذة كده. انا في حاجة بتستفزني جدا 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 في موضوع مش بس مع الدليفري، في اي حاجة، في سوبر ماركت، في كشك، في ايا كان، احيانا بيبقى في نوع من انواع فاكرين المصطلح اللي هو دايما كانت فانا بتقعد تقول لي انا عمري ما فهمته كده، وانا عمري ما عرفت اشرحه لها، بس فكرة البكاسة، فكرة ان يبقى حد، انت دلوقتي قلت لي ان الحساب بتاعي والله اي حاجة مثلا 13 جنيه، فانا دفعت لك 15. انا ما عنديش مانع على فكرة اسيب ال2 جنيه خالص، بس تجبرنيش ان انا اسيبهم. بمعنى ان انا ما ينفعش اديك ال15 وتقول لي ايه يبقى لك 2 جنيه. لا، هقول لك بقى على حاجة ألذ، هات لي ال5 جنيه ويبقى لك انت ال3. ليه؟ لان انا وفرت لك اكتر من اللي انت طالبه، فانت ما تجبرنيش ان انا يبقى لي في الحدوته دي حاجه. لو انت عايز ان حد فينا يبقى له، خلاص يا باشا يبقى لك انت. فانا ما عنديش مانع ان احنا فعلا اجي الاقيه بيفتح الدرج وبيحاول يحط ايديه في جيبه ويسال اللي جنبه وبتاع، ساعتها انت هتلاقي نفسك بتقول له ايه، مفيش مشكله خلاص مفيش، هيقول لك يا عم لا ايه، طب مسامح كذا، طب يلا بينا. ليه؟ لان انا والله من الناس اللي ببقى حريص جدا 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 لو حد ليه عندي ربع ادوله ان هو حقه. حتى لو يقول لي والله خلاص لو معكش دلوقتي مش مشكله، انا بص هتتشقلب، هتقول له طب هجيب لك من العربيه، طب مش عارف هروح ادور على ايه، طب تسال حد، طب بتتحول لك على الابلكيشن اياها عشان خاطر تبقى انا عارف ان ممكن يبقى الموضوع اوفر جدا، بس في اوقات الواحد بيحس ان هو لا، مش هتخلي الموضوع غصب عني. يعني ما تجيش تقول لي خلاص يبقى لك بقى لا، لو هيبقى لحد فينا فيبقى لك انت، بدل ما انت اللي قررت ان حد فينا يبقى له حاجه فانت اللي يبقى لك. انا مش عايز يبقى لي حاجه عامه، فما تجبرها ليش. انا قررت بقى ان انت
يا سيدي صباح الفل يبقى لي عندك مش عارف ايه، دي بيني وبين نفسي مفيش مشكله، انا راضي. لكن انت ما تجبرنيش في الاوردر اللي هو مش بتاعك، اللي هو انت شايف طيار واخد الطريق عكس عشان خاطر يوصل الاوردر بشكل اسرع. فرساله للطيارين يا جماعه، انا فاهم جدا ان انت حريص على شغلك وحريص ان انت تبقى طيار شاطر، توصل الشغل قبل ميعاده وتوصل الاوردر قبل ميعاده او حتى في ميعاده مظبوط وسليم وكل حاجه، عشان تاخد اوردرات اكتر وربنا يرزقك يا رب ويكرمك، ويعني يومك يبقى كله مليان اوردرز كده، ما تبقاش متعبه عليك بس في نفس الوقت تبقى ايه مجزيه يعني وكل حاجه. بس اهم حاجه لازم تعرف ان انت لازم تحافظ على حياتك وصحتك وموتوسيكلك او عجلتك او ايا كان الوسيله اللي انت بتركبها عشان توصل الاوردر ده، عشان في الاول في الاخر مفيش حاجه اغلى منك انت والاداه اللي انت بتوصلك دي، لان هي دي هتبقى فاتحه لك البيت. فبالتالي حافظ عليهم، حافظ على نفسك قبل اي حاجه، وبعد كده الحاجه اللي انت راكبها. فوجود الموضوع بتاع المشي عكس وان انا داخل الطريق ده مش عارف ايه عشان ده هيوفر لي 3 دقايق وكده، تمام فاهم قصدك جدا، بس بعد اذنك حاول تفهم ان انت اصلا بدخولك عكس او ان انت بتمشي في اماكن ضيقه في حتت عشان تعدي وحد غصب عنه فتح الباب فطيرك فدخلنا في مشكله بتاع، انت جبت لنفسك مشكله وجبت لغيرك مشكله، والمشكله دي ما بتخلصش، وبيبقى دايما نقعد ندور بقى هي البيضه الاول ولا الفرخه والحدوته دي مين اللي غلطان، لا انت اللي عديت من هنا، لا انا جايبها. فهنحاول على قد ما نقدر نظبطها. لازم نقدر قد ايه هم شغلتهم صعبه جدا، ومعظم المشاكل اللي احنا بنواجهها مع المطاعم ما بتبقاش منهم هم شخصيا، بتبقى من المطعم. فلو عندنا مشكله معاهم يعني هو احيانا حتى المطعم في مطاعم كده ما بحبش انا الاسلوب ده، اللي هو يقوم ملبس الطيار في الحدوته، يقول لك طب حضرتك لو اتاخرنا عليك 3 ساعات، حضرتك لو مش عايز تاخد او مش عايز تحاسب على الاوردر وبتاع، الطيار اللي عندك ده هو اللي هيشيلها. لا ما تجيش تلعب لي على مشاعري عشان انا مش هحس بالكلام، ما تلعبليش في اديله فلوس خدمه التوصيل وشوف بقى الاوردر ده مين يشيله. ما انت فاهم قصدي ايه؟ في ناس بتعمل المدرسه دي، ما بقولش ان انا ده الصح او ده الغلط، كل واحد برضو يحكم عقله، بس في الاول في الاخر الطيارين يا جماعه مش كلهم والله بيبقوا السبب في التاخير اللي بيحصل في الاوردرز. عايزين نصايح ان احنا نحسن العلاقه، فتعالوا نشوف الموضوع ده. اول حاجه ان احنا نوصف العنوان بالتفصيل، ان انت ما تفترضش ان الطيار حافظ منطقتك زي ما صحابك عارفين بيتك عامل ازاي، فخليك واضح في الوصف، خصوصا لو في علامات مميزه حوالين البيت، فتديله العنوان شامل كامل وافي عشان خاطر ايه تقربوا المسافات لبعض، وفي نفس الوقت تقلل موضوع المكالمات اللي بتبقى عماله على بطال اللي ممكن تضايق الناس. تاني حاجه واللي اتكلمنا فيها في الحلقه ان انت تجهز الفلوس قبل ما الاوردر يوصل عشان توفر وقت عليك وعليه، انت تجهزها بدل ما تاخروا على زباين تانيين. وفي نفس الوقت ان هو لو انتوا العدد الاوردر كبير انت بتبقى عارف هو في اي مكالمه او في اي ابلكيشن بيبقى كاتب لك سعر الاوردر، فجمع رقم الاوردر ده من زمايلك او حتى ادفع بعد كده يبقوا يلموه من بعض. لو في مشكله في الاوردر اتكلم مع المحل مش الطيار، وده اللي اتكلمنا عليه على مدار الحلقه، لان الطيار مش هو مجرد ناقل للاوردر يعني، مش اللي طبخ ولا اللي حضر الحاجه ولا الكلام ده كله. في الاخر خالص بقى اهم شيء بقى فوق كل ده كلمه شكرا يا جماعه. شكرا دي بتهون الدنيا كلها على الناس جميعا. تمام. للاسف وقت حلقتنا خلص. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.